أنا أوكي، يعني إنه ما عندي أي أعراض، وفجأة يطلع لي عرض من الأعراض اللي كانت موجودة قبل، فأنا كيف أعرف إن تخلصت من هالشيء؟ شوفي، أحيانا الإنسان يمر بمرحلة ركود. تعيش معنى الركود؟ يعني مع الرقية يصبح هذا المرض راكد في جسمك، تقرأين ما تحسين بشيء، ثم فجأة كذا تحسين المرض له حركة في جسمك. هذا طبيعي، هذه يسمى مرحلة ركود. طيب كيف أنا أعرف أني قضيت على هذا المرض؟ يسبق القضاء على مرض ألم شديد، يعني يظن الظان أو المريض أن روحه ستخرج. هذا ترى من علامات الانتهاء والشفاء. لكن كيف؟ أنه روحه كأنها تخرج، بعدين يجد خفة، يجد مثلا سبحان الله راحة وانشرح صدر كأنه مولود. هذه من أعظم علامات الشفاء. عرفتوا ايش قلت لكم؟ يعني ألم في الجسد؟ ها؟ ألم في الجسد ولا ألم في مكان معين؟ ألم في ألم شديد جدا، يعني حتى تكادين تقول إن روحي تخرج، لكن يعقبه راحة وانشراح صدر كأنك مولودة. شفت لا؟ يعني شدة ألم. فلذلك يعني هذا كلام ابن القيم، أنا قرأت في هذه المسألة. خروج المرض ترى يخرج بصعوبة وبشدة وينتزع انتزاعا، لكن بعد تجدين راحة وانشراح صدر وبسطة وخفة كأنك مولودة ولادة جديدة. والله أعلم وأعلم. الله يحفظك شيخ، مشكور. الله يحفظك. ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا حلمت دقيقة بس، إنه أخذ زوجي. شوفوا يا أخوات، واحد